قالت له مبروك يا ابني. قال لها انت مجنونه ولا ايه؟ هو مين اللي ابنك؟ رد الفعل الاوفر جدا اللي خرج من محمد رمضان ده خرج ليه؟ خلوني اشرح لكم. لما انا كنت كمحمد رمضان في بدايه الكارير بتاعي كان بيتم اضطهادي، وده لان كان بيتقالوا ان هو ممكن شكله مش سينمائي، واتقالوا ان هو بيقلد احمد زكي، وكان دايما بينتقد وما كانش بيتم دعمه. وفجاه الشخص ده قدر ينجح النجاح الشديد ده، وتيجي واحده زي ياسمين صبري، واحده جايه من فيري جود سوشيال كلاس وشكلها حلو وساعدها انها اكشلي بادوار بسيطه قوي فجاه ضربت، جايه بالظبط من كل حاجه حربته، تقول له مبروك يا ابني. اللي حصل ان هنا بدل ما يبقى رد الفعل الطبيعي اللي هو الله يبارك فيك، يعني يفهم ان ده اسلوب عادي، فجاه الجروح القديمه بتاعت انتوا بتبصوا لي من فوق وانا دلوقتي بقيت حاجه كبيره طلعت. ودي حاجه بتبان قوي في كل الاغاني بتاعته، انا نمبر 1 الكينج. بس هي الفكره ان انا جوايا ان انا تم محاربتي وكان دايما بيتبص لي من فوق، ودلوقتي نجحت وعلمت عليكم. كلمه بسيطه زي يا ابني تروح مخرجه الجرح بتاع انا دلوقتي بقيت الكبير ومش انت اللي تتكلمي معايا بالشكل ده. وعلشان كده بقول لكم لما احنا نكون يا جماعه مرينا بظروف ما كانتش مريحه حتى لو نجحنا، انصحكم بجد ان انتوا تعملوا سيشنز عشان تتشافوا. لا اما مره وانتوا قاعدين في ميتنج في الشغل، وانتوا في كلاس في الجيم، حد بيهزر او بيتكلم معاكم كلام بسيط، وفجاه هتعملوا نفس رد الفعل الاوفر جدا اللي هو عمله على ولا حاجه. ليه؟ علشان الكلمه البسيطه اللي قدامك بيقولها او بيهزر بيها عملت تريجرنج للجرح اللي جواك وما خفش.